كتير بيعدي علينا مواقف فيها انكسار وضعف. انا مش جايه اتكلم على اكل النهارده، انا جايه اتكلم على مواقف ياما ناس بتعدي بيبقى نفسنا كده في موقف حلو من حد حوالين مننا، بس احيانا كتير ما بنلاقي. يعني تعبت لتالت مرة الكورونا وما لقيتش حد يعمل لي طبق شوربة وأكلة حلوة، وكنت الله يبارك له جوزي، أيوة كان بيجيب لي أكل من بره، كان نفسي في طبق شوربة. عارفين يعني لما يبقى حلمكم كله طبق شوربة وواقعة مش قادرة. خدت شهر وشوية كده وأنا تعبانة ومش قادرة، بس على مين أول ما بقوم خمسة عليا الله أكبر يا أحلى متابعين في الدنيا. أنا عارفة في ناس هتقولي كل ده عشان طبق شوربة. حصل لكم الموقف ده ولا لا؟ لا، حاجات كتير بقى مش لازم أكل. أنا بالنسبة ليا في الوقت ده كان حلم عمري إن أنا خايف أشرب طبق شوربة وحبة رز ومعلقة بطاطا وحتة فرخة، بس مش قادرة أقوم ولا أعمل أي حاجة. كنت يعني عايزة أقول لكم الصحة ما فيش خالص، ربنا يعيني ويعافيني ويعافي الناس كلها يا رب من كل أمراض الدنيا. ابتديت كده أفوق، وأول ما فقت قلت لا هدخل على المطبخ، مش قادرة. العيال تعبوا من أكل بره بقى، وجوز الله يبارك له بيجيب، بس برضك أكل البيت لا يعلى عليه صراحة. برضك خمسة عليا أكلي طعمه حلو. حتى الولاد وجوزي قالوا لي يا ماما احنا اشتقنا لاكل البيت، خلاص اكل بره ده ملهوش طعم زي اللي انتي بتعمليه. قلت يا بنتي يا سوبر ماما خشي بقى ايه وتدلعي كده واعملي اكله حلوه معتبره ترمي بيها العيال. ايوه هي اكله بسيطه وكل البيوت بتعملها، بس فيها تغييرات دايما، لازم تغيري دايما في اكل علشان يبقى فيه جديد، والولاد تحس ان الام في البيت ما تتعودش، واكل امهم دايما ما يتعود. فيش احن من ست الكل على اولادها، لازم تغيري وتجددي، واهم حاجه الحنيه والدفى. العيال بيحسوها، وكمان الذوق مهما كان بره بيرجع لك تاني. زي ما انتوا كده هتشجعوني باشتراك ولايك وشير، وتنوروني على الفيسبوك والتيك توك وقناة اليوتيوب باشتراك ولايك. قولي دعوة حلوة ان ربنا يديني الصحة وراحة البال ويديها لكم يا رب يا احلى متابعين في الدنيا. شوفي بقى الاكل البلدي بتاع البيت ده لا يعلى عليه، بالذات لو ليه نفس وريحة وفيه حنية والاكل بالحنية. طبعا نيتك بتخلي الاكل يطلع منك ريحته مهفهفة. لازم كل مرة تعملوا الاكل بحب عشان يطلع من ايديكوا زي العسل يا احلى متابعين في الدنيا. والله بحبكم وحشني موت. ولازم تحبي ولادك وتحبي بيتك وتحبي نفسك، اهم حاجه حبيتي نفسك هتحبي الدنيا بحالها. جوزي جاب لي وراك وكنت حذفتها في الفريزر، طلعتها بقى ونضفتها وخدت مع برشامتين بنادول علشان اقدر اعمل الاكل ده واصله بطول. زي ما انتوا شايفين كده حمرت الفراخ ببصله وتومه، بعد كده غليت الميه وحطيتها عليها، وحطيت بقى البهارات بتاعتي شوحتها وقلبتها زي ما انتوا شايفين، والملح هضيفه في الاخر. قبليها بشويه كده هضيف البطاطس بتاعتي، نضفتها وقشرتها وقشرت معايا بصل، قطعت بقى شرايح وقلت هعمل لهم صينيه بطاطس. هتختلف طبعا. راضي بقى ايه، قلت يا بنتي تعالي حطي عليها ايه كده، هو حاجه جديده اول مره تعملي. في ناس كتير ما بتحبش التغيير وتقولك اكل ايه اللي فيه تغيير ده، وفي ناس يعني انا اعرف في ناس بتاكل اكل تقولك ايه ده معقول الاكل ده. لا بصي بقى غيري، وعلى حسب انتي وبيتك وذوقك وعيالك، وعلى حسب كل واحد عارف اللي عنده ممكن ياكل ويقبل. زي ما انتوا شايفين حطيت بقى كل بهاراتي، وحطيت ورق لوري وحبهان، معلقه التوم النيه نزلت بيها والملح بتاعي، وهظبط كل ده وهقلب. اسكت ابدا، ما انا سوبر ماما. جبت معلقه دبس رمان كبيره كده ورحت ايه نازله بيها على صينيه البطاطس. دبس رمان على صينيه البطاطس، حطيتها والله العظيم طلعت بجد تحفه. يعني عايزه اقول لكم الولاد قالوا لي يا ماما اشتقنا لاكلك بجد، والله جوعنا. والريحه عايزه اقول لكم كانت مهفهفه في البيت، الولاد بقالهم فتره ما كانوش بيشموا الريحه، لان اخواتي ما حدش جنبي، بعيد عني، وامي بعيده عني وكبيره حتى، يعني مش بتقدر ايه تخش المطبخ. زي ما انتوا شايفين هنا ابتديت اشيل الريم بتاعي من على الوش، وخلاص كانت الفراخ استوت معايا، حطيت الملح بتاعي وكده تمام. يعني عايزه اقول لكم المرحله دي عشان اشم طبق الشوربه اللي انا كان نفسي فيه كانت بالنسبه لي اعجاز بجد. العيا ده حاجه صعبه قوي، بالذات لما ما بتبقيش قادره تتحركي ونفسك تاكلي او تشربي، او حد حتى يطبطب عليكي من كتر التعب، نفسك حد يبقى متواجد جنبك. بس الحمد لله. بحكي اخت جوزي ان انا كنت تعبانه وكان حلمي كله طبق شوربه، قالت له كنت قولي لي وانا اجيلك، هجيبك من مصر عشان تعملي لي طبق شوربه واكله لاولادي. لا طبعا استحملت وقمت وعملت الاكل، وزي ما قلت لكم طلع زي العسل. وكمان عملت رز بشعريه وطلع عسل ومفلفل. عايزه اقول لكم الاولاد يعني بص انا كمان جعت، يعني مبدئيا انا حسيت بالتعب وانا بتفرج، لاني فعلا كنت تعبانه وكان نفسي في الاكله دي. انا مش جايه اقول لكم وصفه، انا جايه اقول لكم انا عديت بيها، والحمد لله ربنا يعني قومني بالسلامه لولادي. فعلا والله انا كنت المره دي حاسه ان انا مش هقوم منها تاني. الكورونا دي صعبه جدا ومش كل الناس بتقوم منها بالسلامه، الحمد لله ان انا قمت منها عشان خاطر ولادي وبيتي.
هنا حطيت المكعب المرقه وشوحت الشعريه بتاعتي، حمرتها ونزلت بالرز وقلبت كل دول، وبحط كمان معلقه توم. الله اكبر يا عزيزي يا قوي، يا رب يا رب كل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له. الفجر بيأذن وانا بسجل الفيديو ده. نزلت بالشوربه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو، وظبطت الرز بتاعي واول ما طبعا هيستوي هتغطي عليه وخلاص. عايزه اقول لكم كان بالنسبه ليا حلم، بس الحمد لله والله العظيم. اوعي تتعبي وتحسي بكسر ابدا، ربنا بيدي كل واحد على قد صحته وعلى قد بيته وعلى قد عدد اللي موجودين معاهم. عشان اوصل للطبق ده عايزه اقول لكم يا قلت على الله على النعمه اللي ربنا بيديها لنا، ان احنا يبقى عندنا صحه. الاذان ده ربنا يسعدكم يا رب، اذان الفجر تفرحوني باشتراك ولايك وشير يا اجدع ناس الدنيا، وتنوروني على الفيسبوك. متثبت في التعليقات وفي صندوق